الدولة عندنا نزلت غرامة من 200 ل 500 ألف جنيه للي هيسكن عنده حد من اللاجئين من غير إقامة. طب ليه الدولة نزلت ده؟ لأن في ناس كتير دخلت هجرة غير شرعية. تعالوا نشوف مع بعض. ودي كانت في ليبيا. تعالوا نشوف مع بعض على الحدود الليبية، وبيخشوا برضو مصر. تعالوا نشوف. شفتوا الفيديو ده؟ زي ما انتوا شايفين، شفتوا هم مخبيين الناس فين والأعداد كبيرة. طبعا اللي بيدخلوا البلد ناس بالطريقة دي للأسف يعني مصريين. ما هو محدش برضه هيجي من دولة تانية يدخل البلد ناس كده. ما هو لازم أكيد هيكون مستفيد موجود هنا في البلد دي عندنا. طب ليه؟ طب ليه احنا بنعمل في نفسنا كده؟ ليه الناس دي هي اللي داخلة تخرب في أرضنا؟ كمان الافروسنتريك اللي هم شغالين في الارشاد السياحي، اللي بيتكلموا بيغيروا الحضاره وما معهمش ترخيص. طب ازاي الناس دي؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. زي ما انتوا شايفين ازاي الناس دي يعني بتغير في التاريخ وعماله بتقول حضاره غير حضارتنا احنا كمصريين، وان الافريقيا وان الارض دي كلها ارض افريقيه، وان حاجات كتير قوي بيتكلموا فيها غلط. ازاي الناس دي يعني بتعمل كده؟ وازاي الناس دي داخله في الارشاد السياحي وهي ما معهاش ترخيص؟ وبعدين ازاي اصلا الناس دي تنزل تتكلم عن الحضاره بتاعتنا، الحضاره المصريه؟ ازاي؟ مين اللي صرح لهم بده؟ مين؟ اللي بيحصل ده شيء مش طبيعي، واللي بيحصل لنا ده حاجه غريبه جدا داخله علينا. كلنا لازم نقف جنب بعض، كلنا نرفض اللي بيحصل ده. كلنا لما يجي حد يسكن عندنا من اللاجئين نقول له اسفين، بلدك اولى بيك وبلدنا احنا اولى بيها. ما تفتحوش محلاتكم لحد. احنا كل مره بنقول الكلام ده وهنفضل نقوله، بس زي ما انتوا شايفين اللي بيدخل اللاجئين البلد هربانين برضو مش بعيد عننا. ليه؟ ليه تستفيد على دم اخوك واختك وعلى امن وامان بلدك؟ ليه تفضل مصلحتك على مصلحة دولة كاملة وبلد كاملة؟ أرجوكم ما تفكروش في نفسكم النهاردة، فكروا بكرة إيه اللي ممكن يحصل لينا ولولادنا.